خش بقول لك يا مندو، انت كل مره بقى تجيبني هنا تقول لي ان مراتك مش موجوده، وفي الاخر يا اخويا الاقيها بتطب في اي حته. بالنسبه للاراجوزه اللي واقفه فوق دي مش حاسين بيها، مفيش هوا، مفيش ريحه رجل، مفيش اي بتنجال، يعني مفيش. اما انا ما افهم. بقول لك انا مراتي في مصيف، عارفه يعني ايه مصيف؟ شرم الشيخ. قالت انا اروح مع دادي ومامي اسبوع وهاي. لا هي مش في مصيف، هي فوق الباب بس انت مش واخد. ده مش منظر حد يروح مصيف اصلا مبدئيا باللوكيشن اللي انتوا فيه ده اول حاجه. التاني حاجه، هو ده سبايدر مان؟ ما هي كل مره تقول لك هروح مع دادي وهروح مع بابي، وفي الاخر تروح انت جاي ابني هنا، وفي بقول لك الاخر الاقي اي ايه، مصيبه. بس اسمعيني، هي بس كل شهرين وهعترف لها بكل حاجه. لا ما تعترفش، هي واخده بالها بس انت اللي مش واخد بالك. انت هتاخد بالك بس لما تعرف ان في سبايدر مان بيتجسس عليك. حاجه خالص، مش قايل لي كده يا مهره يا حبيبتي، هي بس كلها شهرين. وربنا انت صعبان على، انا نفسي اعرف هم دفعوا لك كام عشان تطلع على الباب كده. 60 يوم 60 يوم بالظبط، وكل في ريحه هنا من التله مش عارف. سبحان الله، هو شم الريحه يعني هي حاسه الشم عنده قويه، بس هو النظر والسمع عنده على الله ان شاء الله. انا فرميت ولا ايه؟ وانا ايش عرفني يا اخويا؟ ما انت تلاقي مراتك البومه ديت ولا بتروق ولا بتغسل، انت مش شايف اصلا الدنيا عامله ازاي؟ ما انا عشان كده اتجوزت عليها ليه؟ عشان معفنه في بيتها، في البيت بتاعته معفنه. ريحه رجليها بس انت، انا مش عارف هو الحواس عندك ضايع ولا داخله في بعض. انا مراتي دي شق، وعندها الحاسه السبع، بتحس باي حاجه، ممكن تحس ان انا نايمه في البيت. طب ما انا ده اللي انا بقوله لك. تعالى نروح لبيتنا التاني. لا يلا يا اخوي. هو انتوا ازاي فتحتوا الباب وما خدتوش بالكم من رجليها؟ دي بقى النقطه اللي انا عايز اعرفها. دي المخرج لازم يقول لي ازاي عملها.